هنتكلم النهاردة عن قضية غريبة جدا. من الصعب إن هي تتكرر تاني، لأن الساعة 9:30 مساء يتحرك ميكروباص من موقف المنيب متجه لمحافظة الفيوم، فيتفاجئ بقى السواق عند الكيلو 35 في مكان مقطوع تماما. واحد من الركاب اللي راكبين معاه الميكروباص يقول له: اقف هنا نزلني. فطبعا السواق يقف عشان يتفاجئ السواق وكل اللي راكبين الميكروباص ان هم بيتعرضوا للسطو المسلح وكمان خطف 3 سيدات. فالقضية دي تفاصيلها غريبة جدا، والأغرب من كده إن إزاي رجال البحث الجنائي قدروا يوصلوا للي عمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 2014 في موقف المنيب في الجيزة، في المكان المخصص اللي بيركب منه الركاب اللي مسافرين لمحافظة الفيوم، كان في ميكروباص بيحمل الركاب المسافرين على الفيوم، وبالفعل الميكروباص ده اتملى وكان ناقص فرد واحد بس. فالسواق طبعا مستني ان الميكروباص يتملى على الاخر علشان يتحرك ويسافر على محافظة الفيوم. يجي بقى شاب في الوقت ده ويسأل في الموقف: فين العربية أو الميكروباص اللي بيحمله ومسافرين الفيوم؟ فالناس طبعا تشاور له على الميكروباص اللي ناقص له نفر واحد، والشاب ده يركب، وبكده تبقى العربية اتملت على الآخر أو الحمولة كملت، لأن الميكروباص بياخد 14 نفر، فكانوا موجودين 10 رجالة وطبعا السواق و3 سيدات ومعاهم طفل. ويتحرك السواق بالركاب اللي معاه علشان السواق يتفاجئ عند الكيلو 35 الشاب اللي ركب الآخر ده يقول له: اقف هنا نزلني. فطبعا السواق كان مستغرب من طلب الشاب ده، بس طبعا وقف عشان ينزله. وسبب استغراب السواق لان المكان ده كان مقطوع جدا، وفي 2014 تقريبا المكان ده كان مفهوش اي خدمات. فالسواق بالرغم من انه مستغرب ازاي الشاب ده هينزل في المكان المقطوع ده وهينزل في المكان المقطوع ده يعمل فيه ايه، بس طبعا السواق وقف بالعربية للشاب عشان ينزل. ويتفاجئ بقى سواق الميكروباص وكل اللي راكبين الميكروباص اول ما العربية وقفت ان الشاب اللي قال انه هينزل ده يطلع سلاح من جيبه ويحطه على دماغ السيدة اللي كانت قدامه، لان الشاب ده كان راكب في الكنبة التانية في العربية، والكنبة الاولى كان فيها 3 سيدات. فالشاب ده حط السلاح اللي معاه على دماغ سيدة منهم وقال لهم: لو ما طلعتوش كل الفلوس اللي معاكم والذهب وكمان كل الموبايلات لكل الأشخاص اللي راكبين في العربية أنا هموتكم واحد ورا التاني. فطبعا الناس اللي راكبين الميكروباص كلهم خافوا، والكل طلع له الفلوس اللي معاهم، وكمان كل الناس اللي راكبين العربية ادوله الموبايلات، وطبعا اللي معاه دهب اداهوله برضه. المهم الشاب ده ياخد كل الفلوس وكل الموبايلات وكل الذهب ده وينزل، وبعد ما ينزل يقول للثلاث ستات اللي كانوا راكبين قدامه: انزلوا معايا. وبالفعل السيدات دول الثلاثة ينزلوا معاه، وطبعا كان في سيدة منهم معاها طفل فخدته طبعا وهي نازلة. فأول ما السيدات دول نزلوا خلاص من العربية، الشاب ده يقول للسواق: انت امشي على طول في طريقك وما تبصش وراك، وكمان ينبه على كل الرجاله اللي في العربيه ان مفيش حد فيهم يبص وراه، لان لو حد فيهم بص وراه وحاولوا يرجعوا بالعربيه تاني هيموتهم كلهم. وبالفعل الناس يسمعوا كلامه والسواق يتحرك بالعربيه هو وال10 رجاله اللي موجودين في العربيه. وحاجه غريبه جدا ان موجود في العربيه السواق و10 رجاله ومحدش فيهم حاول يدافع عن ال3 سيدات دول او يمنع الشاب ده انه ياخدهم معاه. المهم السواق هو وال10 رجاله اللي موجودين في العربيه يسمعوا كلام الشاب ده، والسواق يمشي بالعربيه من غير ما يبص اي حد فيهم وراه. وفضل السواق ماشي بالعربيه لحد ما قابل كمين، فنزل وبلغ باللي حصل معاه. في الوقت ده بقى الشاب اللي نزل ال3 سيدات والطفل خدهم معاه جوه الصحراء 2 كيلو، وخد بقية الذهب اللي كان موجود معاهم، وكمان عمل علاقة غير شرعية مع السيدة اللي كان معاها الطفل. وبعد نص ساعة قال لل3 سيدات: ارجعوا تاني على الطريق ومحدش فيكم يحاول يرجع المكان ده تاني، وهو نفسه ساب المكان ومشي. ونروح بقى للسواق اللي بلغ الشرطة عن اللي حصل معاه.
لما بلغ الشرطة خدته هو وكل الركاب اللي كانوا معاه وقالوا لهم تعالوا ورونا المكان اللي نزل فيه الشاب. وبالفعل السواق يرجع بالعربية بتاعته هو وكل الركاب اللي معاه ويوروا لرجال الشرطة المكان اللي نزل فيه الشاب، علشان الشرطة تتفاجئ ان واقف في المكان ده الثلاث سيدات. فيبدأ بقى ضابط الشرطة يتكلم مع السيدات دول ويقول لهم ايه اللي حصل، فيبدأوا يحكوا له ان الشاب ده خدهم 2 كيلو تقريبا جوه الصحراء، وبعد كده اعتدى على السيدة اللي كان معاها الطفل وخد منهم كل الذهب اللي باقي معاهم وقال لهم ارجعوا تاني على اول الطريق ومحدش يرجع المكان ده تاني، لان لو حد رجع المكان ده تاني انا هموته وخلص عليه. المهم لما يسمع رجال الشرطة كده من الثلاث سيدات يمشوا ال2 كيلو في الصحراء بس ما يلاقوش وجود لأي حد جوه الصحراء، فطبعا كده يبقى رجال الشرطة قدام لغز حقيقي، ويا ترى مين اللي عمل كده وجات له الجراءة انه يعتدي على عربية بالكامل. فيبقى كده رجال الشرطة قدام لغز حقيقي، مين اللي هيعمل كده؟ عمل سطو مسلح وكمان اختطاف وسرقة واعتداء على سيدة فيهم، ده مين الجبروت اللي يعمل كده؟ المهم في الوقت ده رجال الشرطة كانوا شاكين في السواق وكانوا شاكين في الركاب كلهم، بس بعد بقى ما رجال الشرطة حققوا مع السواق ومع كل الركاب اتأكدوا ان ولا السواق ولا حد من الركاب ليه اي علاقة باللي حصل، وطبعا خدوا منهم مواصفات المسروقات اللي اتسرقت منهم وكمان مواصفات وشكل الشاب ده. فبدأ بقى يتوقع رجال الشرطة إن من الصعب جدا شخص يعمل كده لوحده، فتوقعوا إن أكيد كان في عربية ماشية ورا الميكروباص اللي كان فيه الشاب ده وكانت مستنية الشاب ينزل مثلا، أو إن الشاب ده شغال في مكان قريب أو نزل في الكيلو 35 علشان يعمل تمويه على السواق والركاب. المهم إن مستحيل يكون شخص لوحده تجيله الجرأة إن يعمل كل ده. وينتشر رجال البحث الجنائي بقى في كل مكان حوالين الكيلو 35 علشان يحاولوا يلاقوا الشاب ده. فيلاقي رجال البحث الجنائي ان على بعد 3 كيلو موجود هناك بنزينة وكمان موجود مقابر هناك، واللي شغالين في البنزينة والمقابر حوالي 200 موظف، منهم المقيمين دايما زي اللي شغالين في المقابر، ومنهم الاشخاص اللي شغالين في البنزينة شغالين ورادي. المهم يبدأ التحقيق مع كل اللي شغالين مع ال200 موظف دول، سواء اللي شغالين في المقابر أو اللي شغالين في البنزينة، علشان يحاولوا يلاقوا الشاب ده. وبعد التحقيق مع ال200 عامل أو موظف دول يكتشف رجال الشرطة إن مفيش ولا واحد فيهم له علاقة بالجريمة، لحد ما جه عامل من محطة البنزين وبلغ رجال الشرطة إن في حارس لمحطة إرسال تابعة لواحدة من شركات الموبايل قعد معاه قبل كده وقعد يعرفه عن نفسه وقال له إن له سوابق إجرامية، بس هو تاب من فترة طويلة وبقى إنسان كويس. ووقتها رجال البحث الجنائي عرفوا إن محطة الإرسال دي على بعد 2 كيلو من محطة البنزين وكمان موجودة في عمق الصحراء. فوقتها بقى حس فريق البحث الجنائي ان اكيد الشخص ده او الحارس ده هو مرتكب الجريمة، وبدأوا بقى يعملوا تحريات عن الحارس، بس اكتشفوا ان الحارس ده من يومين وهو مش موجود ومتغيب تماما عن حراسة محطة الإرسال. فبدأ رجال الشرطة يعملوا تحريات عن الشخص الحارس ده علشان يعرفوا ان اسمه أحمد جمال وعنده 31 سنة وكمان عنده سوابق إجرامية عددها 22 تهمة، منهم سرقة بالإكراه واختطاف واحتجاز أنثى لمدة 8 أيام. فوقتها اتأكد رجال البحث الجنائي إن أكيد أحمد جمال ده هو مرتكب الجريمة، وطبعا رجال البحث الجنائي يعملوا عنه تحريات كاملة، فوهم بيجمعوا عنه معلومات يوصلوا المعلومة إن أحمد جمال باع موبايل قبل ما يختفي لحارس من حراس المقابر اللي موجودة هناك، لأن المقابر كانت تقريبا جنب محطة الإرسال دي.
المهم لما شاف رجال الشرطة التليفون وطبقوه مع المسروقات المسروقة من الركاب بتوع الميكروباص، اكتشفوا ان التليفون ده واحد من المسروقات دي، فبكده يبقى فعلا احمد جمال هو مرتكب الجريمة دي. ويبدأوا بقى رجال الشرطة يدوروا عن احمد جمال في كل مكان بس مش لاقيينه خالص، واحمد جمال مختفي تماما. فيبدأوا بقى يعرفوا هو منين ويروحوا للقرية بتاعته ويبدأوا يجمعوا معلومات عن احمد جمال، علشان يعرفوا برضه وهم بيجمعوا معلومات عن احمد جمال في القرية بتاعته ان اخوه كان لسه بايع دهب من يومين. فيوصل رجال الشرطة لمحل الدهب اللي أخوه باع فيه الدهب، وبرضه يكتشفوا إن الدهب ده هو الدهب المسروق من الركاب اللي كانوا موجودين في الميكروباص. وبعد يومين من البحث عن أحمد جمال يتم القبض عليه، ولما اتقبض عليه كان في منتهى الهدوء وما كانش متوتر ولا قلقان خالص. وكمان بدل ما ضابط الشرطة هو اللي يسأله، هو اللي سأل ضابط الشرطة وهو هادي خالص: انتوا عرفتوا ازاي ان انا اللي عملت كده؟ وكمان عرفتوا توصلوا المكان ازاي؟ لان فعلا هو ذكي جدا، الوصول له كان تقريبا شبه مستحيل. حتى الركاب كانوا مستغربين جدا ازاي رجال الشرطة وصلوا للمجرم اللي هو احمد جمال وبالسرعة دي كمان. ونتعرف بقى على احمد جمال. احمد جمال والده ووالدته انفصلوا وهو لسه طفل صغير، فوالده خده علشان يربيه معاه، ووالده اتجوز فمرات ابوه كانت بتعامله وحش جدا، فهو كان بيقضي يومه كله في الشارع وبيروح بيته عند والده ومرات ابوه علشان ينام بس، فتقريبا كده هو متربي في الشارع. وطبعا احمد جمال ما سابش حاجة غلط الا ما يعملها من وهو حتى لسه صغير. واحمد جمال مدمن لكل انواع المخدرات، وطبعا ظروف احمد جمال ما تخليهوش برضه يعمل كده، لان مش كل الناس اللي بتتعرض للظروف دي والظروف قاسية وصعبة بتتجه للطريق الاجرامي، ده اختيار من الشخص نفسه ان هو يبقى كويس او شخص مجرم زي احمد جمال. المهم نرجع بقى لاحمد جمال عمل كده ليه في الناس اللي كانوا راكبين العربيه. احمد جمال قال لضابط الشرطه اللي بيحقق معاه لما ساله: انت عملت كده ليه؟ قال له: لان انا في اليوم ده لقيت ضاع مني 1000 جنيه، فهو حب يعوض ال1000 جنيه اللي ضاع منه، فجات له فكره ان هو يسرق كل الركاب اللي راكبين ميكروباص، وما يسرقش الميكروباص غير بالليل علشان السواق يلاقي معاه حصيلة فلوس حلوة نتيجة يعني شغله طول اليوم. وبالفعل أحمد عمل كده الساعة 9:30 بالليل، راح الموقف علشان يركب الفيوم، وركب في الميكروباص عادي خالص. ولما وصل عند الكيلو 35 طلب من السواق إن هو ينزله، فأول ما السواق وقف طلع السلاح من جيبه وهدد كل الركاب اللي راكبين وخد منهم كل الفلوس وكل الموبايلات، وكمان نزل من العربية وقال للثلاث سيدات اللي كانوا راكبين قدامه ينزلوا معاه. ولما نزلوا معاه خدهم ودخل بيهم جوه الصحراء عند محطة الإرسال اللي بيشتغل عندها حارس. ولما وصل هناك وبسبب المخدرات اللي كان شاربها اعتدى على السيدة اللي كان معاها طفل. واحمد جمال يقول كمان ان هو كان ناوي ان لو حد دافع عن السيدات دول من اللي راكبين الميكروباص كان هيقتله، لان احمد جمال كان متوقع ان مستحيل حد يقدر يوصل له. وطبعا تم حبس احمد جمال وضده 4 تهم. اول حاجة اللي هي السطو المسلح، وكمان السرقة بالاكراه والاختطاف والاعتداء طبعا على السيدة اللي كان معاها طفل. فنقول ايه يعني غير حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي اسمه احمد جمال. وفي النهاية طبعا ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في قضية النهاردة في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة كلام موزون.